عارفين ليه كان سليمان غني جدا؟ بعد موت الملك العظيم داوود كان عنده ابن اسمه سليمان. بقي سليمان هو الملك. سليمان كان شاب صغير لكنه كان عايز يحكم الشعب بالعدل والحكمة. ففي يوم ربنا ظهر له في حلم وقال له اطلب اي حاجة وانا هديها لك. سليمان ما فكرش كتير، قال له يا رب اديني حكمة عشان اقدر احكم الشعب بتاعك بالعدل واميز بين الخير والشر. ربنا انبسط جدا من طلبه لانه ما طلبش فلوس ولا عمر طويل ولا انه ينتصر على اعدائه، لكنه طلب حكمة عشان يفيد الناس. ربنا قال له عشان طلبت الحكمة وما طلبتش حاجة تانية، أنا هديك حكمة مفيش حد كان عنده زيها ولا هيكون بعدك، وكمان هديك غنى وكرامة. وبالفعل بقى سليمان أحكم وأغنى ملك في التاريخ. وفي يوم جه عند سليمان موقف يبين حكمته العظيمة. كان في 2 ستات عايشين مع بعض وكل واحدة كان عندها طفل. في ليلة من الليالي واحد من الأطفال مات، وكل واحد منه ادعت إن الطفل الحي هو ابنها. راحوا لسليمان